وقف مكانك هذه اللحظة، لأن اللي بقوله لك الحين راح يطير عقلك ويغير نظرتك للكرة من أساسها. كنت كيف تظن أن المكسيك اللي جابت معها تاريخا ثقيل وهجوم من نار وملايين المشجعين كانت رايحة تسحق تركيا؟ كلنا فكرنا هكذا، كلنا قلنا هذا الميت مكسيكي سهل، ولكن هل تعرف شنو اللي صار في الحقيقة؟ هل تعرف كيفاش منتخب كان الكل يعتبره الضعيف المهانة اللي ما فيه أي فرصة، كيفاش هذا المنتخب قلب الطاولة وكسر قلوب ملايين الجماهير؟ اصبر، لأن القصة اللي بقولها لك ما فيهاش غير الحقيقة الكاملة وما تلقاهاش في أي مكان آخر. اشترك في القناة الحين، لأن بعد هذا الفيديو والله ما تقدر تشوف الكرة بنفس العين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مغربي في المغرب وخارج المغرب في كل مكان وصل إليه صوتنا. أهلا وسهلا بكم في قناتنا يا أهل الشغف والكرة والحقيقة. اليوم ما جبنا لكم غير كلام فارغا، جبنا لكم قصة ماتش بكل معنى الكلمة، قصة فيها دم وعرق وتكتيك وإهدار وقلب دفاعي ما شفناهوش من زمان. قصة المكسيك وتركيا، الماتش اللي يخلي المغاربة والعرب يعيدوا شريط اللقطات مرات ومرات ويسألوا كيفاش صار هذا. لكن قبل ما نبدأ خليني نقولك شيئا مهما. هذا الفيديو مو بس تقرير عادي عن ماتش، لا، هذا الفيديو هو رحلة جوا المباراة، لقطة بلقطة، قرارا بقرار، لحظة بلحظة. ومن اللي بتشوفه اليوم راح تفهم ليش الكرة مو بس جري وراء الكوشة، الكرة فيها فن وفيها خطة وفيها أحيانا دروس تاريخية ما يتعلمهاش غير اللي يشوف بعينيه. الماء بدأ والكل كان متأكد من النتيجة. المكسيك هذا المنتخب اللي معروف بهجومه الصاروخي بلاعبيه اللي يلعبوا في أكبر الدوريات الأوروبية، دخلت الملعب كأنها جاية تمشي على الأرض، والجمهور المكسيكي في المدرجات كان صوته يملأ السماء. أما تركيا الكل تقريبا ما تقل بها. المحللون قالوا تركيا ضعيفة دفاعيا، المعلقون قالوا ما عندهاش الأسلحة الهجومية الكافية، وحتى بعض المشجعين الأتراك كانوا خفيفين من نتيجة مهينة. ولكن القصة لم تنتهي هنا. من الصافرة الأولى المكسيك بدأت تتحكم. لاعب الوسط المكسيكيون يا له كيف كانوا يتحركوا، أمسكوا الكرة كأنها ملكهم الخاص. الضغط كان مستمرا، واللاعب كان يتمركز في نصف تركيا، تمريرة بعد تمريرة، تقدم بعد تقدم، والجمهور المكسيكي في كل مرة يقول الآن رح يجي الهدف. ولكن كان شيئا غريبا يصير. كل ما وصلت الكرة لحدود منطقة تركيا كأن جدارا غيبيا يوقفها. المدافعون الأتراك كانوا في مكانهم الصح في كل لحظة، كأنهم قرأوا كل حركة مكسيكية قبل ما تصير. كأن المدرب التركي كان عارف تماما كيف تلعب المكسيك وحضر لها حظيرة كاملة. والحارس التركي والله كان حارسا بكل المعنى، ما خلاش كرة تعدي، وأي كرة وصلت له قبضها بثقة مطلقة. الشوط الأول انتهى من 0-0، والمكسيك اللي كانت تهاجم طول الوقت ما قدرت تسجل ولا هدف. والمفاجأة الحقيقية لم تبدأ بعد. الشوط الثاني المكسيك رجعت للملعب وهي عارفة إنها لازم تغير شيء. الضغط ازداد، التغييرات بدأت مبكرة. المدرب المكسيكي أرسل لاعبين أكثر هجوما وزاد السرعة في التمريرات. الكرة كانت تتنقل بسرعة أكبر، والمحاولات أصبحت أخطر. ولكن ما كان أحد يفكر فيه، ما كان أحد يتوقعه، هو أن تركيا كانت تنتظر بصبر القناص، تنتظر لحظة واحدة، لحظة غفلة واحدة من الدفاع المكسيكي. وجاءت اللحظة. خطأ واحد في الدفاع المكسيكي، لحظة انشغال في وسط الملعب، كرة خرجت من الضغط،
ولاعب تركي ما توقع أحد منه شيئا، أمسكها وطار بها كالصاروخ. عدد من يواجهه في الملعب 3-2 في الجانب التركي. الباب أمامهم مفتوحا، والكرة في لحظة واحدة من السحر الكروي وجد طريقها لشبكة الحارس المكسيكي. هدف واحد، ولكنه كان يساوي الدنيا كلها. لكن ما سيحدث بعد ذلك لم يكن في الحسبان. المكسيك بعد الهدف تحولت لوحش هجومي من النوع الثقيل. التغييرات جاءت بسرعة جنونية. اللاعبون الجدد دخلوا وهم عطشانين للتعادل. الكرة وصلت لمناطق خطيرة مرات. المشجعون المكسيكيون في المدرجات ما سكتوا ولا ثانية، صوتهم كان يملأ الملعب بأغنية واحدة: اجي الهدف، اجي التعادل. وفعلا والله في اللحظات الأخيرة المكسيك كادت تتعادل. ضربة رأس راحت فوق القائم بمليمترات. كرة أخرى انعكست من عمود المرمى، ومرمى تركيا كان يرتجف. ولكن فرصة بعد فرصة، والكرة ما وجدت طريقها للداخل. المهاجمون المكسيكيون ضغطوا أعصابهم وأهدروا ما لم يكن مقبولا إهداره في هذا المستوى. وتركيا بكل هدوئها وصمودها حافظت على النتيجة حتى الصافرة النهائية. من 1-0 تركيا تفوز. تركيا الضعيفة تفوز. والقصة لم تنتهي هنا. ما صار بعد الميت كان أكبر من الميت نفسه. مشجعو المكسيك وهم ملايين حول العالم ما صدقوا ما شافوه. السوشيال ميديا انفجرت. ميمات بالآلاف على المهاجمين المكسيكيين اللي ضيعوا الفرص. نقاشات ومعارك في كل مكان. مين المقصر؟ المدرب؟ اللاعبين؟ الحظ؟ البعض قال إن المكسيك كانت أقوى ورقة بورقة، والبعض الآخر قال إن الكرة مش بالأوراق، الكرة بما يصير في الملعب. ولكن اللي ما فيش أحد قدر ينكره، تركيا في هذا الميت قدمت درسا في فن الدفاع والانتظار والكونتر أتاك لا ينسى. المدرب التركي رسم خطة محكمة، واللاعبون نفذوها بإتقان نادر. وذلك الهدف، ذلك الكونتر أتاك الخاطف، سيبقى في الذاكرة طويلا. هذا هو الفرق بين الفرق اللي تلعب بالنجوم والفرق اللي تلعب بالعقل. هذا هو الفرق بين من يملك الكرة ومن يوظف الكرة. وهذا بالضبط هو الجمال الخفيف في كرة القدم، إنها تصدمك حين تظن أنك تعرف النتيجة مسبقا. والآن اللحظة اللي تحتاجها إذا كنت من عشاق الكرة والتحليل والقصص اللي وراء الميتشات، فقناتنا هي بيتك. كل أسبوع قصص من عمق الكرة العالمية، تحليلات ما تلقاها في أي مكان، ولحظات تجعلك تقول: والله ما كنت عارف هذا. اشترك الحين وفعل الجرس، لأن الفيديوهات القادمة فيها ما هو أكبر وأعمق وأكثر جنونا من هذا. وقبل ما تروح، خليني نسألك سؤال واحد بس. أنت شخصيا شكونا اللي تلوم في هذه الهزيمة المكسيكية؟ المهاجمين اللي ضيعوا الفرص؟ المدرب اللي ما غير الخطة في الوقت الصحي؟ أم أن تركيا ببساطة كانت أفضل في هذا اليوم؟ اكتب رأيك في التعليقات، لأن رأيك هو اللي يخلي القناة تعيش. نهاية الإسريبت. الكلمات: مد 1 250.